تخيل إنك تفتح صندوق قديم وتلاقي جواه شمعدان يهودي عتيق تاخده البيت، وبعدها بأيام حياتك كلها تتحول لجحيم. كوابيس مرعبة، حوادث غريبة، أمراض فجأة، وريحة وحشة مفيش ليها تفسير. ده مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية حصلت فعلا، واسمها صندوق دي بوك. القصة بدأت سنة 2001 في ولاية أوريجون الأمريكية. راجل اسمه كيفن مانس راح مزاد بيبيعوا فيه حاجات عتيقة في بيت ست عجوزة ماتت. كيفن كان بيدور على حاجات يبيعها في محله الصغير. شاف صندوق خشب قديم بسيط محفور عليه حاجات غريبة بالعبري. الصندوق ده كان مختلف. حفيدة الست العجوزة اللي ماتت قالت لكيفن كلام غريب. جدتي كانت بتقول الصندوق ده ملعون، وكانت بتحذرنا نفتحه، لدرجة إنها طلبت إنه يدفن معاها لكن أنا رفضت. وكانت دايما تقول إن فيه دي بوك جواه. كيفن معرفش يعني إيه دي بوك وقتها. سأل إيه ده؟ الراجل قال له في الديانة اليهودية الدي بوك روح شريرة بتستحوذ على الناس وبتعذبهم. كيفن ضحك وفكر إن الموضوع خرافات. اشترى الصندوق ب$140 وخده لمحله. كيفن قرر يهدي الصندوق لأمه كهدية عيد ميلاده. راح بيتها واداها الصندوق. أمه فتحته، شافت الشمعدان اللي جواه وابتسمت. لكن بعدها بدقايق حصلت حاجة غريبة. أم كيفن فجأة وقعت على الأرض، عينها اتجمدت في مكان واحد وجسمها اتشل تماما، سكتة دماغية شديدة. الإسعاف نقلوها المستشفى. الدكاترة حاولوا ينقذوها، وبعد أيام أمه فاقت من الغيبوبة، لكن ما كانتش قادرة تتكلم كويس. أول حاجة عملتها شاورت بإيدها وكتبت على ورقة إنها مش عايزة الهدية دي. كيفن مش فاهم وسألها ليه. كتبت تاني الصندوق ده شرير وملعون. كيفن ما صدقش أمه، فكر إن السكتة الدماغية أثرت على عقلها. قرر يهدي الصندوق لحد تاني. ولو وصلت لحد هنا اعمل اشتراك ولايك وكومنت. وبعد كده كيفن ادى الصندوق لاخته. اخته اخدته، وبعدها بايام بنتها بدأت تشوف حاجات غريبة. البنت الصغيرة كانت بتصحى الفجر تصرخ وتعيط وتقول في راجل عجوز وحش في اوضتي بيبصلي بكره وعينه سودا. اخت كيفن خافت جدا، رجعت الصندوق لاخوها وقالت له خده بعيد عني، البنت بتتعذب. كيفن حاول يديه لاخوه. نفس القصة، مرات اخوه بدأت تشم ريحة وحشة في البيت، ريحة عفن ونشادر مفيش ليها مصدر. كل أوضة تدخلها الريحة تبقى فيها. حاولت تنظف البيت كله، استخدمت كل المطهرات، الريحة ما راحتش. رجعوا الصندوق لكيفن تاني. حتى صاحبة كيفن ما نجتش منه. لما سابت الصندوق في بيتها الأيام بدأت تحس بوجود حاجة غريبة في البيت. أبواب بتتقفل لوحدها، أصوات غريبة في الليل، وإحساس دايم إن في حد بيراقبها. رجعت الصندوق وقالت لكيفن مش عايزة أشوف الصندوق ده تاني في حياتي. كيفن بدأ يستوعب إن في حاجة غلط فعلا. قرر يحتفظ بالصندوق عنده ويبحث عنه. أول ليلة الصندوق رجع لبيت كيفن بدأت الكوابيس، وكوابيس مرعبة متكررة بنفس التفاصيل. كان بيحلم بساحرة عجوزة بتهاجمه، عينها زي النار، بتضربه وتعذبه. كان بيصحى وهو بيعرق ومرعوب. وحصل له كمان حاجة أغرب، شعره بدأ يقع. كيفن في خلال أسابيع فقد جزء كبير من شعره بدون سبب طبي واضح. حوادث غريبة بدأت تحصل. اللوند اللي في شقته بدأت تنفجر لوحدها. الكمبيوتر بيطفى ويولع من غير سبب. حريقة صغيرة حصلت في المحل من غير مصدر واضح. كيفن بدأ يقتنع إن الصندوق ده فعلا ملعون. وفي سنة 2003 كيفن عرض الصندوق على اي باي، لكن ما باعوش عادي. كتب وصف كامل ومفصل عن كل اللي حصل له وكل اللي حصل لعيلته، وحكى عن الكوابيس والأمراض والحوادث وكل حاجة. القصة انتشرت زي النار، آلاف الناس قروا الإعلام، المنتديات اتكلمت عنه، وسائل الإعلام بدأت تغطي الموضوع. الصندوق اتباع في النهاية ب$140 برضه لشخص اسمه ايزنبرج كان متشكك. اشترى الصندوق عشان يثبت ان الموضوع كله خرافات، لكن اللي حصل له غير رأيه تماما. بعد ما استلم الصندوق ايزنبرج بدأ يحس بنفس الأعراض، كوابيس مرعبة، إحساس بالاختناق وصداع مستمر وحوادث غريبة في بيته.
لدرجة إن هو وصحابه اللي ساكنين معاه كلهم بقوا قرع. وقتها حاول يدرس الصندوق علميا، جاب خبراء عشان يفحصوه، لكن محدش قدر يفسر الظواهر اللي بتحصل حواليه. في النهاية ايزنبرج نفسه باع الصندوق تاني. لحد النهاردة الجدل مستمر، في ناس مصدقة القصة وفي ناس شايفة انها خدعة. والمؤمنين بالقصة بيقولوا كل الناس اللي امتلكوا الصندوق عانوا من نفس الأعراض. الكوابيس كانت متشابهة بين أشخاص ما يعرفوش بعض. الحوادث الغريبة ما كانش ليها تفسير علمي. الصندوق نفسه عليه رموز عبرية قديمة مرتبطة بطرد الأرواح. والمشككين بيقولوا القصة كلها كانت دعاية ذكية لبيع صندوق عادي. الأعراض ممكن تكون نفسية، مفيش دليل علمي على وجود لعنات. وكيفن نفسه استفاد ماديا من القصة، لأن القصة دي اتعملت فيلم حقيقي اسمه بوزيشن ونزل في سنة 2012. والصندوق نفسه آخر مرة ظهر كان في متحف للأشياء الغريبة والملعونة في لاس فيجاس، واللي بيملكه اسمه زاك باجنز، مقدم برنامج عن الأماكن المسكونة. زاك نفسه قال إنه بيحتفظ بالصندوق في مكان مغلق ومحمي، وإنه بيحس بطاقة سلبية رهيبة كل ما يقرب منه. سواء كنت مصدق القصة أو لأ، في حاجات نقدر نتعلمها. العقل البشري قوي جدا، لما تصدق إن حاجة هتأذيك جسمك ممكن يبدأ يظهر أعراض حقيقية، وده اسمه التأثير النفسي الجسدي. وفي ثقافات كتيرة حوالين العالم في معتقدات عن الأرواح والطاقات السلبية. حتى لو مش مصدق، المفروض نحترم معتقدات الناس دي. الناس بتحب القصص الغامضة والمخيفة. صندوق ذا بوك بقى أسطورة عشان بيثير الفضول ويخلينا نتساءل، هل في حاجات في العالم أكبر من فهمنا؟ لحد النهاردة صندوق ذا بوك لغز محير، محدش يقدر يجزم 100% إنه ملعون فعلا أو إن القصة كلها خدعة. إلا أكيد إن القصة دي أثرت على حياة ناس كتير، منهم اللي اتأذى نفسيا، ومنهم اللي استفاد ماديا، ومنهم اللي لسه لحد النهاردة خايف يقرب من أي صندوق قديم. السؤال الحقيقي مش هل الصندوق ملعون فعلا، السؤال الحقيقي لو انت بقى لقيت صندوق زي ده قدامك، هل كنت هتفتحه؟ فكر كويس قبل ما تجاوب، لأن بعض الأبواب لما تفتحها صعب تقفلها تاني. القصة دي حقيقية من ناحية إنها فعلا انتشرت وناس كتير حكوا عنها، لكن ملاحظة نهائية، هل الصندوق ملعون فعلا؟ ده قرار كل واحد مننا ياخده بنفسه بناء على معتقداته. واللي أكيد إن صندوق ذا بوك فضل واحد من أشهر الأشياء الملعونة في التاريخ الحديث، ولسه بيثير الرعب والفضول لحد النهاردة. متنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت، واشوفكم في فيديوهات جاية جديدة غريبة. سلام.